وسهلا بيكم. معاكم دينا من بودكاست من ورا المراية، البودكاست اللي بنحاول فيه ندخل جوه نفسنا ونشوف الحقيقة اللي جوانا بعيد عن الزحمة اللي حوالينا وعن أي دوشة حوالينا. النهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا مرنا بيها بدرجات مختلفة، عن الابتلاء، وهنتكلم ازاي ان احنا نصبر على الابتلاء ده، مش كفكرة نظرية لكن كحاجة بنعيشها كل يوم. خليكم معايا. يعني ايه اصلا ابتلاء؟ الابتلاء مش شرط ان هو يكون كارثة كبيرة، اوقات بيكون في صور حاجات صغيرة مستمرة معانا بتستنفذ طاقتنا، اوقات بيكون وجع داخلي محدش شايفه. الابتلاء اللي احنا بنمر بيه يجي على صور حاجات كتير قوي، انواع كتير قوي، زي فقدان حد بنحبه، زي صدمة نفسية تعرضنا لها، او خيانة، او تأخير في حاجات احنا مستنيينها زي الرزق، زي الجواز، زي الشغل، زي تعب مفاجئ مش عارفين ايه علاجه بس صابرين عليه. يعني ايه اصلا صبر؟ الصبر مش ان احنا نسكت وخلاص، ولا ان احنا نكتم كل حاجة جوانا وساكتين بس باين على وشنا ان احنا متضايقين وتعبانين، كل اللي يشوفنا يسألنا مالنا، شكلنا تعبان، شكلنا متضايق. الصبر هو ان احنا نبقى فعلا راضيين من جوانا لدرجة ان احنا يبان على وشنا ده، ان كل اللي يشوفنا يفتكر ان احنا ما عندناش اي مشاكل ومبسوطين وكويسين، من كتر ما احنا الرضا باين على وشنا فعلا. اللي بيبقى جوانا بينعكس على اللي بيشوفنا. الطاقة اللي جوانا اللي قدامنا بيكتسبها فعلا من غير ما احنا نحس. لو جوانا طاقة سلبية وعدم رضا بيوصل اللي قدامنا. لما نكون راضيين عن الابتلاء اللي احنا فيه ايا كان ايه هو، بيبان علينا. الرضا ده هي حالة فعلا داخلية جوانا، وفيها تسليم ان احنا نختار ان احنا نبص لنص الكوباية المليان حتى لو كان صغير. صبر ان احنا نكمل رغم التعب، ورغم ان احنا بنقع كتير بس بنرجع نقف تاني على رجلينا، ده اسمه صبر على ابتلاء احنا مش عارفين هو هيخلص امتى، بس صابرين عليه. بس مش صابرين عليه واحنا قاعدين حاطين ايدنا على خدنا ما بنعملش حاجة، علشان عارفين ان احنا مبتليين بالشيء الفلاني ومش قادرين ان احنا نعمل حاجة، احنا خلاص مسلمين. لا، الصبر ان احنا نكمل حتى واحنا تعبانين ومش قادرين نكمل واحنا عارفين ان احنا ربنا معانا واحنا مش لوحدنا، ان ربنا بيجهز لنا حاجة كبيرة عوض عن كل تعب او وجع احنا عشناه. ربنا قال آية عن الصبر: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. أوقات كتير بنفتكر إنه خلاص الدنيا اتقفلت قدامنا، وإن البلاء طول وبقى تقيل قوي على قلبنا ومفيش مخرج منه. لما نبكي وننهار ونتعب، ده مش معناه إن إحنا مش صابرين. اللي بيعيط من ابتلاء هو فيه أو تعب هو فيه، ده مش معناه إن هو مش صابر على الابتلاء ده. بالعكس، هو مش لازم يكتم جواه علشان يبقى هو كده صابر. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام بكى، وسيدنا أيوب اشتكى ربنا، قال له: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وسيدنا يعقوب قال لربنا: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فده مش معناه
ان احنا لما هننهار او نتعب ده معناه ان احنا مش صابرين. نكتب النعم اللي حوالينا حتى لو كانت النعم دي صغيرة، يعني حتى لو كانت النعم دي احنا شايفينها قدامنا ان هي صغيرة، بس لما فعلا هتكتبوها قصادكم وتشوفوها هتحسوا ان هي حاجات يمكن انتوا ما تقدروش تعيشوا فعلا من غيرها، بس احنا مش شايفينها، احنا باصين بس على نص الكوباية فاضي، مش شايفين النص المليان حتى لو كان صغير. اوقات الابتلاء ده بيحفر جوانا فراغ، بس الفراغ ده مش دايم، هو عامل زي الارض كده اللي اتشقت علشان تطلع منها نبتة. الصبر هنا مش بس فضيلة، هو وعي ان الوجع ليه شغل جوانا. الوجع اللي احنا بنتوجعه من الابتلاء ده بيشتغل جوه روحنا وهيطلع مننا حاجة احنا ما كناش اصلا نستوعب انها فينا. لما تتوجع قوي او لما تمر بحاجة صعبة عليك وتكمل رغم الحاجة دي، هتحس ان انت وانت بتكمل اكنك مثلا بتعوم في بحر والموج عمال يعلى وانت بتعافر عشان تطلع من الموج ده او تطلع من البحر. كل ما الموج يعلى انت بتعافر لحد ما توصل. هو ده لما تلاقي نفسك عامل حاجة انت ما كنتش تتوقع ان هي اصلا ممكن تطلع منك في وسط الابتلاء اللي انت فيه. اللي بيصبر ده مش ضعيف، وحد بيعافر، ومش كل واحد بيبقى ساكت ده معناه ان هو بخير وكويس. اوقات كتير قوي بيبقى السكوت ده مخبي جوانا اجهاد داخلي فعلا، بس ربنا شايف كل ده وشايف كل ده مع نزلت مننا من غير ما حد يشوفها بينا وبين نفسنا. عايزة احكي لكم قصة عن بنت اعرفها. يعني بنت دي كانت عايشة يعني في بيت مع اخواتها البنات، هما 3 بنات، ومامتها وباباها توفوا يعني. ومامتها كانت متجوزة قبل كده، واللي اتجوزته كانت مخلفة منه البنتين اللي هم اخواتها، ومات وبعدين اتجوزت تاني فجابت البنت دي، فهم شقق من الام بس يعني. فباباها ساب لها بيت قبل ما يموت، فمامتها قررت ان هو علشان ما يبقاش فيه يعني اخواتها ما يبصلهاش، او شافت انه عشان ما يبقاش فيه ظلم رغم ان هو مش من حقهم ده يعني، بس هي مامتها عملت كده. كتبت البيت ده لكل واحدة فيهم، يعني كتبت كل واحدة فيهم شقة، بس ما عدا البنت دي عندها بس في البيت ده شقتين. اخواتها غاروا منها جدا، يعني بعد ما طبعا اتوفت وكده غاروا منها جدا. واحدة منهم لدرجة ان هي سرقت الذهب بتاعها من بيتها عشان ما تتجوز، والبنت كانت معتمدة على الذهب ده في جهازها. عانت طبعا لحد ما اتجوزت، قعدت مخطوبة غالبا حوالي 2 او حاجة كده، وهي برضو اللي كانت مخطوبة له ده كان بيمر بظروف يعني صعبة جدا. المهم على ما اتجوزوا يعني كانت معاناة. بعد ما اتجوزوا مفيش مثلا شهر، يعني مش هيكون مش شهر، هو اقل من شهر، واقل من شهر حرفيا. هما كانوا متجوزين في شقة ايجار، فالشقة دي طلع عليها مشاكل وما كانوش يعرفوا كده طبعا، ولا حتى اللي اجرها لهم يعني كان غالبا عارف المشكلة دي يعني.
بعد يعني ما طبعا العفش يعني كل حاجة جديدة، يعني لسه متجوزين مبقالهمش شهر، عشان هما ما كملوش شهر تقريبا. المشاكل اللي حصلت على الشقة دي انه الشقة كانت ان هما كانوا 2 مطلقين غالبا. فالشقة كانت المفروض ان هي مكتوبة باسم البنت دي. فحصل حوارات كده، يعني انه جات القوة الجبرية، البنت دي جابت القوة الجبرية علشان تطلعهم من الشقة، لان الشقة دي باسمها. وجوزها المفروض ان هو معرفش، يعني هو بيع يعني المفروض ان هي معاها الحضانة في الشقة، يعني ابنها لسه صغير يعني، وهي معاها الحضانة بتاعت الشقة. فطبعا جت بقى القوة الجبرية عشان تخرجهم من الشقة دي، وهم لسه عرسان جداد بالعفش بتاعهم جديد، كل حاجة لسه جديدة يعني. طب يسيبوهم يوم مثلا يلموا الحاجة؟ لأ، هو الحاجة لازم تتلم في خلال 3-4 ساعات. يعني انتوا متخيلين 3-4 ساعات الحاجات دي لازم تتلم. طب نستنى يوم مفيش، يا قوة جبرية لازم العفش يطلع وانتوا تطلعوا من الشقة. مفيش مكان يروحوا عليه، يعني ده عفش جديد يعني اوض نوم وسفرة والحاجات دي كلها وحاجاتهم هما الشخصية، كل الحاجات دي. تخيلوا كل الحاجات دي كلها اتحطت في عربية، قعدت العربية دي يومين في الشارع أو 3 أيام لحد ما يلاقوا مكان تاني يروحوا يقعدوا فيه. طبعا جم قعدوا عند مامته، يعني ان طبعا مامتها متوفية، والمكان اللي هم كانوا عايشين فيه ده كان قريب من مامته يعني. فجت البنت قعدت طبعا بقى قعدت معاهم، يعني مع مامتها مع مامته يعني، وكده في البيت وبتاع. فقعدوا يعني فترة لحد ما يلاقوا أصلا شقة وينقلوا عليها العفش بتاعهم، وحاجات باظت في العفش لسه جديد، ما قعدوش شهر يعني، ما لحقوش يفرحوا بحاجتهم. القصة دي عامة فيها حاجات كتير قوي حصلت، مش بس الحاجة دي. هي الحاجة دي أنا بحكي حاجة كده، حاجة عبيطة يعني، بس حاجات كتير قوي حصلت. جم هما مثلا يعني ما صبروش على اللي هما فيه ده، او مثلا لقوا ان هما لأ مش هيكملوا مثلا، او شافوا ان الجوازة دي مش نافعة، او ايا كان. يعني اي حد ممكن يتحط في الوضع ده هيشوفوا انه لأ كده كتير، يعني انا خلاص مش قادر بقى، يعني بالنسبة ليها او بالنسبة لي، وبالنسبة ليها كمان عشان هي بنت ومرت بحاجات اكتر يعني لحد ما اتجوزت، وانها كانت كمان لوحدها ومن غير بابتها، من غير مامتها وباباها. دلوقتي بيمروا بحاجات كتير جدا صعبة، لسه حياتهم مش احسن حاجة، بس بيعرفوا مكملين رغم ان هم حياتهم صعبة واللي مروا بيه كان اصعب. دي كانت قصة كده، ولسه فيها حاجات كتير باقية، ولسه انا لو قعدت احكي لكم عن حاجات كتير قوي، عن قصص عن الصبر، عن الابتلاء، مش هخلص يعني. ودي مش اول ولا اخر قصة انا هحكيها. طولت عليكم النهاردة، ويا رب اكون قدرت افيدكم بحاجة صغيرة من الحاجات اللي انا عايزة اقدر اوصلها لكم. معكم دينا من بودكاست من ورا المراية. باي باي.